5 أسابيع مروا وعدوا من الدوري المصري، وتعالوا بقى مع بعض نشوف ايه اللي حصل فيه. الدوري اللي الناس كلها كانت مستنياه ومتأملة فيه ان هو يكون افضل من قبل كده، ونشوف كرة حلوة، هي دي كورة، ويكون فيه تنافسية لآخر اسبوع. شكلك فاهم يا لصة. وبصراحة الكل كان متحمس، بس اللي حصل مع ضربة البداية في أول جولة كان عكس التوقعات. الكرة اللي اتلعبت في أول جولة أو أول أسبوع كانت شبه ميتة. بيتلعب في الأسبوع 10 ماتشات، 6 ماتشات منهم انتهوا بالتعادل، و4 منهم انتهوا بالتعادل السلبي، وده كفيل يقولك قد إيه الكرة كانت ميتة في الجولة. 4 ماتشات بتنتهي بالفوز، الزمالك بيفوز والأهلي بيتعادل وبيراميدز كمان بيتعادل، والمصري بينور لنا كشاف من بعيد. هدف عالمي من محمد شحاتة بنشوفه كل فين وفين، يا ابن اللعيبة يا فاجر، و3 حالات طرد في أول أسبوع. ولو دخلنا على الأسبوع الثاني للأسف كنا بننام وإحنا بنتفرج على الماتشات. يا ناس يا ناس، الله يخرب بيتك. ده ممكن اللعيبة نفسها تنام في أرضية الملعب. اقف يا اسطى. تحس إن الكل خايف يقدم أي متعة. المهم إن اللي حصل إن الزمالك قدم هدية للأهلي وتعادل مع المقاولين الصاعد للممتاز من جديد، والأهلي بيرجع للطريق الصحيح بفوز على فاركو بنتيجة كبيرة، والمصري بيعلمنا نور الكشاف أكتر وأكتر لما بيفوز في الأسبوع الثاني. أما بقى المحلة هو الفريق الوحيد اللي تعادل في المباراتين بدون أهداف، والكرة الحمراء بتزيد بدل 3 في الجولة الأولى بتبقى 4. بقى ده اسمه كلام؟ احنا عايزين المتعة هي اللي تزيد، الأهداف اللي تزيد، مش كده يعني؟ احترمي نفسك يا ولية. ومستمرين وبنوصل للأسبوع الرابع، وللأسف مفيش أي متعة في الأداء. يا الركب، يا المفاصل. ولكن النتائج كان فيها بعض الإثارة شوية. دارت يا سيح، دارت. الأهلي بيتعثر ومش بيقدر يفوز على المحل. يا رب ايدك تشل. بيراميدز بيخسر من مودب، والمصري المنافس الجديد بيتعادل مع الحرس، ومفيش غير الزمالك اللي بيقدر يفوز من المنافسين. دلوقتي بقت البريمو. أما بقى المحلة فبيضرب رقم قياسي جديد، 4 ماتشات تعادلات، لا أحرز أهداف ولا استقبل. تحسهم يا إما صايمين يا إما جايين ضيوف عندنا. هو عمار ده ميكروباص، حاسب يا سيارات، باخد الاتنين اللي جنبي ورايح حاسب. ولما نروح على الأسبوع الخامس اللي منتظرين فيه المتعة خصوصا من ماتش القمة ما بين بيراميدز والأهلي، نلاقي إن الإثارة بتحصل في حاجات تانية. يعني مثلا باكات بيراميدز الاتنين شمال ويمين هتلاقيهم بيلعبوا برجلهم الشمال. اعيروا كلمة. قص نفسك يا أستاذ. اعير الكلمة قبل ما تقولها. فالأهلي يسكت؟ لا، هتلاقي باكات الأهلي الاتنين شمال ويمين بيلعبوا برجلهم اليمين. هو ده التكتيك وهي دي الإثارة. لا ايه ده؟ ايه ده؟ اوه ماي جاد. وخد الإثارة كمان، تلاقي إن الباكات اللي بيلعبوا برجلهم الغلط الاتنين اسمهم كريم فؤاد وكريم حافظ، والأهلي كان شكله ضايع وتايه في الملعب، ولا خطة ولا غيره، وبيخسر 2-0. يا ودراسية حلوة يا ولد جول. بيراميدز بيفوز علشان يفتح الطريق للزمالك، بس الزمالك هو نفس زمالك المواسم اللي فاتت. الزمالك كان عنده ماتش سهل إلى حد ما مع وادي دجلة اللي صعد بجديد للدوري الممتاز، وكمان الماتش بيتسهل قدام الزمالك لما بيسجل هدف بدون شكل أو لعب أو خطة، لكن في النهاية بيقدر فريق الغزلان إن هم ينهوا المباراة لصالحهم بالفوز 2-1. كده كل النتائج بقت في صالح المصري اللي بيقدر يفوز على كهرباء إسماعيلية بنتيجة كبيرة 4-1 وبيتصدر الدوري. يعني أسبوع بيخسر فيه الكبار أهلي وزمالك، والمحلة بتسجل أول فوز ليها في الدوري على الدراويش اللي بدأ بداية سيئة جدا، وبنشوف 7 كروت حمراء في الجولة دي. ويمكن الإثارة لحد دلوقتي في النتائج، لكن ما شفناش زي ما قلنا متعة كروية. استنونا بقى الأسبوع القادم وجولة جديدة من الدوري المصري.